السلام عليكم أبطال دي فوتبول. في فيديو جديد راح نكشف فيه أحداث الخميس في بيس موبايل 2016. أولا، أعلنت كونامي عن شراكة مع يوغيو، وبما أن الحملة الحالية تنتهي غدا فالحملة القادمة أكيد مرتبطة بهذه الشراكة الجديدة. أما النجوم الأسبوع فقائمة نارية. أول لاعب معنا أفضل جولر، قدم مباراة رائعة ضد مايوركا، سجل هدف وظهر بمستوى ممتاز. ثاني لاعب سوبوسلاي نجم ليفربول، لاعب كظاهر أيمن أمام أرسنال وسجل الهدف الأسطوري من ضربة حرة منح به الفوز لفريقه. ثالث لاعب جواو نيفيز موهبة باريس، أبدع في الوسط وسجل هاتريك عالمي من أسيتين وتسديدة صاروخية. رابع لاعب مبومو مع مانشستر يونايتد، سجل هدف مهم ضد بيرنلي وكان مؤثر بالهجوم. خامس لاعب جيراسي مهاجم دورتموند، أدى فريقه للفوز بثنائية جميلة. سادس لاعب لوكا مودريتش مع ميلان، قدم لمسات سهلة وصنع هدف مؤثر. سابع لاعب جاك جريليش مع إيفرتون، وصل تألقه وصنع هدفين ضد الوولفز، عاد بهم فريقه للفوز. هنا نصل لنهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك وشاركونا رأيكم في التعليقات.